السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. فقبل ما نبدأ كده ما تنسوش تصلوا على النبي، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وترزعونا أحلى لايك، ويلا بينا. قدر الله سيطر على روح التربة ونور العنقاء والرياح البدائية واحدة واحدة بقى بمزاج. وبره العجوز جوهان بيكون عمال اللي هو بيقرب من روح العالم السماوي بتاعليه، وبيكون مبهور وبيقول ده مش سلاح ابدا، لا ده قطعة فنية وده فيه كمية طاقة ملهاش اول من اخر، وبيكون هيموت من الفرحة وبيقول دي حاجة ثمينة جدا لازم الله ياخدها. ولسه بيقرب منه على طول بيقوم طالع له ليه منه وبيقوم مديله بالبنية وبيقول له انت لو مديت ايدك على روح العالم السماوي بتاعي عليا اطلع لك ذبحك فيها. وبيخرج ساعتها كله من روح العالم السماوي وبيبدا اللي هو يمسح بكرامه العجوز ده الارض. يعني انا اسيبك بس دقيقتين ارجع الاقيك بتحاول ان انت تسرق حاجتي؟ ده انت عجوز حرفيا ما يتامنلكش. لا ما قصدتش اسرقك، بس كنت ببص عليه، انت السلاح بتاعك يعني حلو قوي. انما ساعتها ملامح العجوز بتتغير وبيترعب ووشه بيجيب 100 لون وبيشاور لليه وبيقول له بص هو ايه ده؟ جوه مركز رياح بدائيه قديمه في حاجه كانها كائن حي، بص كده عليها. بس ازاي اصلا في حاجه ممكن تكون جوه؟ المفروض اي حاجه بتقرب من رياح بدائيه قديمه بتتحول لتراب، فما بالك جوه مركزها؟ ده لو ساح من الدرجه التاسعه هيبقى تراب برضه. وليه بيقول له لا ده مش بس موجود جواها، لا ده بيبلع رياح بداية قديمة. فهو بيقول له لا مش منطقي، ده حتى لو كان روح قديمة زي عنقاء والتنين ما يتجراش اللي هو يقرب من رياح بداية قديمة. فليه بيقول له بما انك انت يا عجوز في العلم كبير جدا، هل انت شفت حاجة زي كده قبل كده؟ هو اللي انا شايفه ده اللي هو تمساح. طب ما هو تمساح خلاص روح واضربوه لنا وهاتوا لنا من قفاه واسلخ لنا جلده نعمل منه جواكت. لا عشان ممكن عادي جدا التمساح ده يطلع روح قديمة من قوة عالم سيادي. فليه بيقول له حتى لو كان روح حقيقية مستحيل اللي هو يقرب من الناحية البدائية ليه اصلا في قوة الارواح الاصلية. فالعجوز بيقول بس برضه الارواح الحقيقية اللي انت بتقول عليها عندها قوة جبارة، وفي الاول لا اخر ما حدش شافها اصلا عشان نقدر ان احنا نقول هي تقدر ولا لا. احنا كل معرفتنا عن الكائنات دي هي اساطير وبس. والتنين الشيطاني ساعتها بيقول له كلام العجوز ده ممكن يكون صح، انا عن نفسي اصدق ان روح حقيقية تقدر اللي هي تقاوم روح الرياح القديمة، بس صعب جدا اللي هو يبلعها. هو ده ممكن يحصل بس في حالة واحدة بس، ان الروح دي تكون اصلا مولودة من العناصر الخمسة، زي مثلا روح نار العنقاء اللي معاك او ضب الارض. كل دي حاجات اصلا قوتها من العناصر الخمسة، فتقدر ليه تتعامل مع العناصر اللي زيها. انما بقى بالنسبة لروح اتولدت من ريح بداية قديمة فانا ما سمعتش عنها قبل كده. وليه بيبدأ اللي هو يفكر ويقول في نفسه واضح على التمساح ده اللي هو اصلا ما عندوش اي مستوى طاقة يدل ان قوته عالية. كل اللي انا حاسه منه هي قوة عناصر مرعبة جدا. والعجوز ساعتها بيقول انا اصلا قريت عن حاجة غريبة جدا بس عمري ما اعتقد اللي هي حقيقية ولا حد سمع عنها غيري، بس بالنسبة اللي انا شايفه ده دلوقتي حالا في شكل الموضوع حقيقي. كان عن كيميائي من الدرجة التاسعة بيعمل ابحاث كتير جدا على الرياح بداية قديمة، بس من كتر ما الابحاث دي ما كانتش منطقية ما حدش اعترف بيها. بس هو قدم لنا نظرية غريبة جدا. النظرية دي كانت بتقول ان حبس الرياح القديمة بقوة الزمن وبطريقة معينة يقدروا اللي هم يصنعوا ارواح حقيقية. يعني كده منطقي، واسهل حاجة نقولها ان ده ما كانش سجن لرياح بداية قديمة، لا ده كان حرفيا ولا كأنه مختبر بيصنعه من رياح بداية قديمة كائن حي. فساعتها ليه بيقول له يعني انت بتقول ان التمساح ده يعتبر هو جزء من رياح بداية قديمة ومصنوع منها هي؟ فليه ساعتها بيكون مصدوم. والعجوز بيقول له ما انا قلت لك ان ما حدش قبل كده اهتم بالبحث ده لانه ما كانش منطقي. انا اصلا اول ما بدات اقرا عن البحث ده رحت رميت الورقه اللي في ايديا وما كملتهاش وما تخيلتش ان الكلام ده يطلع حقيقي اصلا. فساعتها ليه بيترعب شويه وبيقول له طب قول لي كده بسرعه، هي الروح الحقيقيه دي عندها ذكاء يعني بعد ما تخلص اللي بتعمله في الرياح البدايه قديمه هتفوق لنا ولا ايه؟ انما ليه ما بيخلصش السؤال والتمساح ساعتها بيبص له. وليه اول ما بيشوف المنظر ده بيبدا اللي هو يطلع يجري، والعجوز بيقول له خدني معاك ما تسيبنيش. وهو كمان بيبدا اللي هو يطلع يجري ورا ليه وبيقول له يا عم تبطل وطيان، انت عايز ليه تسيبني وتهرب لوحدك؟ على فكره كنت هستخدم دلوقتي تقنيه اننا احنا الاثنين، بس انت بتبوظ كل حاجه في جريك ده، اقف عشان اعمل التقنيه دي بسرعه. وليه اصلا ما بيكونش مهتم باي حاجه وعمال بيقول مش عايز امد دلوقتي ده لسه صغير. وفعلا التمساح في الوقت ده بيكون مركز عليهم وبياخد نفس واحد بيقوم جايبهم هما الاثنين. والعجوز بيقول لا التمساح ده عايز اللي هو فعلا يبلعنا.
وليه حرفيا بيكون منهار تماما وبيعيط وبيقول لا لا. وساعتها بيتكلم مع جوز دوان جوه روح العالم السماوي وبيقول له الحقني يقول لي اي حاجه زي ما عملت المره اللي فاتت. فهو بيقول له روح خد على قد نيتك. فاحنا طبعا عارفين الدعوه دي هتعمل ايه في ليه علشان عارفين نيه ليه عامله ازاي. وطبعا بسبب دعوه عسل زي دي اللي بيتسحب هو والعجوز اللي معاه والاتنين بيخشوا جوه بق التمساح ده بألف انا وشفا عليه. وبعد ما بيملحهم بينزل كده حوالين نفسه ويلف وينام. تصبح على خير يعني يتعشى وينام. وساعتها بنروح لجوه بطن التمساح ده بيكون هو ليه والعجوز الاتنين كده مسكوا في حاجه جوه بطن التمساح وفرهدوا على الاخر. واللي بيقول هو إيه اللي بيحصل كل ده؟ انا عشان اقدر ان أنا افضل عايش واوصل لهنا استنفذت فعلا كل قوتي ومش حاسس ان انا قادر ان انا اجمع اي قوه تانية. وبيبص كده جنبه وبيلاقي العجوز دوان وبيقول ايه يا عم انت مت ولا ايه؟ وبيبدا كده اللي هو يخبطه برجله انما ما بيفوقش. فاللي ما يفوقش بيزون فهو بالعافيه فبيطلع له الرايه اكلته الروح فبيقوم على طول يفط ينط. وكان لسه ليه بيقول طب ما هو ميت خلاص استفيد بقى بالروح دي. انما هو ساعتها بيقول له انت لسه مصمم ليه تاخد قوتي؟ فليه بيقول له لا لا ما تقلقش بس بفوقك كده. فالعجوز ساعتها بيتعصب وبيقول له ابعد بس الرايه دي عني عشان نعرف اللي احنا نتفاهم. انما اللي بيستغرب من حاجه والعجوز بيكون لسه بيزعق وبيقول له يا ابني قلت لك ابعدها ابعدها عني يلا. انما دي بيكون باصص على حاجه بعيده كده ولما بيركز بيلاقي اللي هو تجسيد ليه هو شخصيا. ولما عجوز بياخد باله بيلاقي اللي هم حرفيا في كذا تجسيد ليهم في كل حته ودول قاعدين مع بعض زي ما كانوا قاعدين من شويه على العواميد. بيستغربوا جدا وبيقولوا هو ايه اللي بيحصل هنا واحنا فين وليه في كل التجسيدات دي لينا؟ وليه ساعتها بيقوم يقف ويقول التجسيدات دي لينا في نفس اللحظه اللي اتختم فيها الزمن ساعه ما الثلاث نجوم عملوا المثلث. وليه ساعتها بيقول لو التمساح ده فعلا اتولد جوه ختم الزمن فيكون طبيعي ان يكون جواه فتره زمنيه ثابته. فالعجوز بيترعب وبيقول يعني انت تقصد اللي في بالي؟ فهو بيقول له ايوه بالظبط انا وانت دلوقتي كده حالا محبوسين جوه فجوه زمنيه. والعجوز بيترعب وبيقول معنى الكلام ده اللي احنا لو مش من مستوى السماوات التسعه في الفراغ ده ساعتها يكون صعب جدا جدا علينا اللي احنا نقدر اللي احنا نخرج من هنا. وليه بيقول له لا خد الغريبه بقى اكتر. الفراغ اللي احنا فيه ده اصلا ما فيهوش اي نقطه طاقه وده على عكس اي فراغ تاني لان حتى لو الفراغ كان في اي حته في العالم عمره ما يكون فاضي من الطاقه بالمنظر ده. بس الشيء اللي مطمني اللي جابنا هنا هو الرياح بدايه قديمه فان شاء الله بقى ربنا يكرمنا ونلاقي اي مكان نخرج فيه من هنا. يعني انت تقصد ان احنا دلوقتي جوه ختم الزمن اللي كان حابس رياح البدايه قديمه بجلاله قدرها؟ فليه بيقول له ايوه بالظبط هو ده اللي انا اقصده. ولو ده دل على شيء دل اللي احنا دلوقتي في مصيبه سوداء انما في امل ان يطلع كل اللي احنا فيه ده وهم فساعتها يكون في امل صغير قوي اللي احنا نقدر اللي احنا نكسره. انما المصيبه لو ده طلع فضاء ملوش اول من اخر. فساعتها عجوز بيتعصب ويقول سواء بقى كده ولا كده الموضوع يعتمد عليا انا. وبيقعد ساعتها اللي هو يتامل عشان يفهم ايه اللي هم فيه ده ويقدر اللي هو يتصرف فيه ازاي. وليه بيقول في نفسه التقنيه اللي هو بيستخدمها دلوقتي تقنيه سريه بتدمج روح الواحد مع المكان المحيط حواليه. وساعتها الشخص بيقدر اللي هو يحس بكل حاجه حواليه حتى لو كانت نمله. انما المشكله والمصيبه في المكان ده ان مفيش اي مصدر نجدد بيها الطاقه بتاعتنا وده معناه ان لو الطاقه خلصت مننا فمفيش اي امل اللي هي ترجع تاني. بس في نفس الوقت هو لازم اللي احنا نبدا اللي احنا نستخدم طاقتنا. هو فعلا ذكي. وبعد شويه وقت هو بيروح له وبيساله ايه يا سيدي المعلمين طمني بسرعه تقدر اللي انت تكسر الفراغ اللي احنا فيه ده ولا ايه؟ فالعجوز بيقول له المصفوفه اللي احنا فيها دي بقى لها حرفيا الاف السنين فهي اضعف بكتير قوي من ساعه ما اتعملت. انما في امل صغير بس انا مستحيل لا اقدر ان انا اعمله لوحدي انت لازم اللي انت تساعدني. فهو بيقول له اساعدك ازاي؟ هو انت مش واخد بالك ان انت جسد روحي من المستوى الثامن؟ يعني انت اصلا دلوقتي حالا في قوه كيميائيه من المستوى الثامن انا اجي جنبك ايه؟ فهو بيقول له اديك زي ما انت شايف قوته الروحيه دلوقتي ضعيفه جدا ومش محصله كيميائيا من الدرجه الثامنه. انما في امل صغير قوي عشان نقدر ان احنا نخرج. بس هو بيكون متردد اللي هو يقوله ليه. فدي ساعتها بيقول له ما تقلقش قول اي حاجه انت عاوزها واحنا هنتعامل مع بعض. فالعجوز برضه بيتردد انما ساعتها بيقول له بصراحه بقى احنا ما نقدرش ان احنا نخرج من هنا الا لو انا استخدمت العبد الروحي اللي موجود جوه الرايه اتقتلت الروح بتاعتك. بس ساعتها وبنسبه كبيره جدا العبد الروحي بتاعك هيتضرر بشكل كبير جدا جدا جدا. والمصيبه الاكبر اللي هو ممكن اللي هو يختفي تماما. انما ليه ساعتها بياخد اوسكار في التمثيل لانه بيبص له بحده كبيره جدا وبيقول له انت اكيد عارف ان عبد روحي يمثل ايه لصاحبه واللي هو كان معاه من وانا صغير وبقى لنا سنين السنين مع بعض وتعبت قد ايه عشان اقدر اوصل له هو يكون عبد روحي بالمستوى ده. فالعجوز ساعتها بيقول له انا عارف كل الكلام ده بس في كارثه زي اللي احنا فيها دي
لو احنا ما جربناش فاحنا كده كده ميتين. فليه ساعتها بيرد عليه وبيقول له انت ما تعرفش عبده الروحي ده بيمثل لي ايه؟ ده معايا من وانا طفل، ده يعتبر اللي هو اعز صديق ليا، ده اكتر من اخويا. احلى حاجه اللي هو اصلا لسه واخد الرايه دي من نص ساعه، بس حرفيا انا من مكاني هنا انا بدي لك اوسكار في التمثيل اللي انت فيها دي. والعجوز ساعتها بيكون كيف وبيقول له واضح كده لا زودتها معاه. انما ليه ساعتها بيقول له طب بقول لك ايه، طب تعالى اللي احنا نقايد يعني، فك كيسك كده واديني من اللي عندك وانا اديك من اللي عندي. وهو بيبدا اللي هو يستغرب كده وبيقول له هو الواد ده عايز مني ايه بالظبط اصلا. ودي ساعتها بيكمل التمثيليه بتاعته وبيقول له ما ينفعش اللي احنا نكون مستنيين موتنا كده وخلاص، احنا لازم اللي احنا نحاول اللي احنا نتصرف ونخرج من هنا، وده هو السبب الوحيد اللي هيخليني لا اضحي بصاحبي. انت دلوقتي كيميائي من الدرجه التاسعه وخبير مصفوفات روحيه في المنطقه المقدسه، يعني انت لو مسيت عليا دلوقتي بقرش حلو انا ساعتها مش هبخل عليك. وهو بيقول له يا عم سهله، لو احنا قدرنا اللي احنا نخرج من هنا واللي انا استخدمت عبد الروحي بتاعك عشان نخرج من هنا فانا اديك اللي انت عاوزه وطلباتك كلها تكون مجابه. انما هو ساعتها بياخد باله من اللي قاله بيقول لا لا من دلوقتي قول لي انت عايز ايه، بلاش اللي احنا نتكلم بعدين، عشان انت واحد مالكش امان. فهو ساعتها بيضحك وبيقول له اكيد يعني انت فاهم ان عبد الروحي بتاعي خسارته هي خساره غير قابله للتعويض تحت اي ظرف، وانا عشان كده بحاول ان انا افهمك ان اي تعويض انت هتديهولي ليس له اي قيمه مقابل عبد الروحي بتاعي. وانت عارف وانا عارف ان احنا لو خرجنا من هنا انا مش هقدر ابدا لا نجي معاك الارض المقدسه عشان اخد اي تعويض. ليه بس ساعتها مش هخسر عبد الروحي، لا انا اول ما اروح هناك انت هتطلع عيني وهتقتلني ويا ريت تيجي على القتل ده، انت هتعذبني اشد انواع العذاب. فهو بيقول له انت تقصد ايه بكلامك ده؟ انما ليه ساعتها بيسكته بيكمل كلامه ويقول بص واختصارا بقى انا هديك العبد الروحي بتاعي بس بالمقابل، والمقابل ده انا عايز شرح ال 100 نص ذهبي قديم، وده تمن اعتقد اللي هو برضه مش موفي لعبد الروحي بتاعي، بس انا هقبل بيه واجي على نفسي عشان يا كريم. انما هو بيتجلط من الجمله اللي اتقالت دي ويقول تفسير 100 نص ذهبي قديم مين يالا يا ابن انت مفكر نفسك مين عشان تطلب اصلا حاجه زي كده؟ والعجوز دوان بيكون خلاص قدامه ثانيه وهينسى كل حاجه ويقرر اللي هو خلاص يقتل ليه، وبيكون رافض تماما. انما ليه ساعتها بيتعصب وبيقول له دلوقتي بديك اغلى حاجه عندي في حياتي وهو العبد الروحي بتاعي، وانا في المقابل بطلب منك بس شويه تفسيرات لنصوص ذهبيه قديمه، وانت شايف ان ده تمن قليل؟ لا بطلبه حرفيا ده تمن قليل جدا، انا خسران قوي في الحوار ده على فكره. انت دلوقتي لو مت هنا وما استفدتش حاجه من جسمك الروحي النجمي ده وجسمك الحي فضل كيميائي في المستوى الثامن، ساعتها بقى خلي بقى النصوص الذهبيه دي تنفعك. وكل كلمه حرفيا بيكون سهم جوه صدره. انما عجوز ساعتها بيتعصب ويقول لا برضه صعب قوي، مستحيل ان انا اقبل الموضوع ده، انا عندي استعداد ان انا اقبل اي طلب منك تاني انما الا الطلب ده. والعجوز دوان بيقول في نفسه تسريب الاسرار دي بتاعه النصوص الذهبيه القديمه في الارض المقدسه تعتبر جريمه كبرى، ولو اي حد عرف الموضوع ده فانا مش عارف ايه اللي هيحصل لي. وبيقول له ساعتها يا عم ليك اي حاجه تانية انت عاوزها حتى لو كان سلاح من المستوى التاسع انا هقدر لا اتصرف لك فيه. انما ما بيخلصش الجمله بيلاقي ساعتها ان ليه طلع الجرس بتاعه اللي من المستوى التاسع ومنتهى البساطه بيقعد اللي هو يلمع فيه قصاد العجوز يوان. وليه بيقول له ببلاها كده هو ايه يعني سلاح من المستوى التاسع، والموضوع ده نادر يعني؟ وبيكون العجوز حرفيا مش قادر اللي هو ينطق من الصدمه وخلاص هيتجلط. وساعتها العجوز بيبدا اللي هو يفكر وبيقول لي ليه يا عم خلاص انا ما قداميش اي اختيار تاني، بس انا كل اللي هعلمه لك هو نص ذهبي واحد بس، وعايزك ساعتها اللي انت تحلف اللي انت تحت اي ظرف مش هتطلع المعلومات دي بره. فساعتها على طول بيقوم مديله قلم محترم وبيقول له واحد ايه يعني انا طالب منك 100 تقوم حذف الصفرين؟ يعني انا دلوقتي بديلك العبد الروحي بتاعي اللي هو يعتبر حياتي كلها وانت جاي تقول لي نص واحد بس؟ ده انت فعلا ما عندكش اي دم. وليه ساعتها بيترمي على الارض وبيقول بقول لك ايه انا كده كده دلوقتي اضحي بالعبد الروحي بتاعي، يبقى ايه لازمه اللي انا عايش؟ انا ولا هقدر ارجع للعشيره بتاعتي ولا هقدر اعمل حاجه في حياتي، وانا طب ما كده كده ميت يبقى ملهاش لازمه ان انا اساعدك، اخليك تموت معايا وخلاص. فالعجوز ساعتها بيتعصب ويقول لي والله يا مستفز انت، خلاص هخليهم لك اتنين بس، اتنين بس وده اخري. فليه ساعتها بيتعصب منه بيرفع له صباعين ويقول له بقول لك ايه زود على الاتنين دول كده صفر حلو وخليهم لي 20، يا اما 20 يا اما مش هقبل. والعجوز حرفيا ساعتها بيقلب فورم وبيكون بيطلع دخان من كل حته وبيقول عش 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 20، وبيطلع ساعتها رشاش خلاط وبيبدا اللي هو يخرط حرفيا في ليه ويقول له ده انا ذات نفسي اللي انا كيميائي من الدرجه التاسعه في الاراضي المقدسه معيش 20 نص، انت عايز 20 نص؟
هو انت مفكر النصوص الذهبيه دي حرفيا كنوز لا تساوي ثمن؟ ده انت لو قدرت اللي انت تتعلم نص واحد او نصين فحرفيا ما يكونش ليك مثيل في العالم كله. فليه ساعتها بيتفادى الطلق ده وبيقول له ليه بقى انت تعرف كام نص بالظبط؟ فهو ساعتها اللي بيتم المره دي على الارض وبيقول له بقول لك ايه، مالكش انت دعوه بالحاجات دي مهما كان العدد اللي انا اعرفه، انا اخري معاك وعرضي الاخير هو 3 بس بالعدد، ومستحيل نديك اكتر، وغير كده يلا اللي احنا نمد دلوقتي حالا. فليه ساعتها بدأ اللي هو يتعصب ويتفاجئ منه وبيقول في نفسه العجوز ده بدأ اللي هو يتعلم مني طرق اللي انا اغلط اللي قدامي، وبدأ اللي هو يحاول يغلطني. وليه بيتعصب ويقول له 3 بس؟ انت حرفيا بخيل قوي، بس مع ذلك انا هوافق، بس خليك فاكر انا ضحيت بيا، انا ضحيت حرفيا باغلى حاجه في حياتي. ودلوقتي الحلاوه كلها ان ليه يعرف 7 نصوص ذهبيه قديمه بالمعاني بتاعتهم، انما العجوز اللي من المستوى التاسع اللي في الاراضي المقدسه كل اللي يعرفه هو 4، ودلوقتي اصلا هيديله 3 منهم. فساعتها العجوز بيقول له بقول لك ايه، انا مش ضامنك بربع جنيه، اديني يا عبد الروحي بتاعك الاول. فساعتها دي بيقوم رامي الرايه وبيقول له انا طب ما كده كده دلوقتي احنا هخسر عبد الروحي بتاعي، يبقى مش هقدر ان انا اتدرب بنفس الاسلوب تاني، فكده كده الرايه مش لازماني، يلا خدها. والعجوز بيقول مين اصلا يفكر ان هو ياخد الرايه المعفنه بتاعتك دي، ملهاش لازمه اصلا، دلوقتي تعالى لي بقى هنا، انت دلوقتي بعد ما هتخسر الرايه بتاعتك وكمان العبد الروحي بتاعك ناوي ان انت تتدرب ازاي؟ على فكره انت في اسلوب حلو جدا اسمه اسلوب دمج الروح، انت لو اتدربت عليه فده هيكون حلو جدا ليك. وليه ساعتها بيكون بيضحك في نفسه لان دي اصلا التقنيه اللي هو مستخدمها ومندمج بيها مع التنين الشيطاني. وليه بيقول له يلا انت مالكش دعوه انا هتدرب ازاي بعد كده، دلوقتي عرفني بسرعه معنى ال3 نصوص الذهبيه قديمه وخلينا اللي هنخلص. والعجوز ساعتها بيقعد معاه وبيبداوا اللي هو يشرح له كل حاجه، وبيقول له بغض النظر اللي احنا ما نعرفش النصوص دي جايه منين، بس احنا عارفين جواها كنوز السماء والارض، ولان لونها ذهبي جدا فاحنا سميناها بكده، ولكن عددها قليل جدا وناس اندر اللي قدرت اللي هي تدرسها، بس اللي بيتعلموها في الوقت ده وفاهمين هما منطقتين اتنين بس بالعدد، المنطقه المقدسه وبحر التحول. انما المصيبه ان لو حد قدر اللي هو يتعلم النصوص دي فما فيش طريقه اللي انت تقدر اللي انت تنقلها للناس اللي بعديك، لانها ما بتقدرش اللي هي تفضل في العالم بتاعنا ده لفتره طويله، لدرجه ان المنطقه المقدسه وبحر التحول الاتنين ما بيقدرش اللي هم يحاولوا يحافظوا على النصوص دي لوقت طويل. وليه ساعتها بيقول له قول لي بس دلوقتي عدد النصوص دي كام، وهل في حد قدر اللي هو يعدها ويعرف هي كام بالظبط؟ فالعجوز بيقول له لا، بس عدد النصوص دي يخش كده في الالاف. وليه بيستغرب بيقول ايه ده عددها كبير جدا، انما دلوقتي طالما عددها كبير قوي كده لو حد قدر اللي هو يفهم 1000 نص ذهبي مثلا ساعتها هو ايه اللي هيحصل؟ فالعجوز ساعتها بيقول له دي مجرد احلام عصر عمر ما حد حتى فكر فيها، لان انت لو قدرت ان انت تتعلم بس ال3 نصوص اللي هديهم لك دلوقتي تبوس ايديك وش وظهر وتحمد ربنا بقيت عمرك. وخليك واضح معايا انا دلوقتي هقول لك كل حاجه نعرفها بس النصوص الاساسيه بس، اللي هو من اخر اشرح لك الخطوط العريضه وانت فهمت ما فهمتش الموضوع ما يخصنيش. وليه ساعتها بيقول في نفسه والنصوص الذهبيه اللي اتعلمتها واي نعم انا شفت اكتر من 100 نص ذهبي بس اللي اتعلمته قليل جدا، وحتى استخدامي للنصوص دي استخدام ضعيف جدا وما قدرتش اللي انا افهم معانيهم بالكامل، بس معنى النصوص دي كتير قوي في العالم بتاعنا فانا هقدر اللي اتعلمهم واتعلم كل حاجه عنهم. والعجوز ساعتها بيقول له يلا بقى ركز معايا وفتح لي كده مخك. وليه ساعتها بيبدا اللي هو يتعلم ال3 نصوص دي كامله، وحرفيا بيقعدوا يرغوا مع بعض كتير قوي، بس الملخص يعني ان العجوز ده عشان كان في المنطقه المقدسه فهو عنده علم كبير قوي بموضوع النصوص الذهبيه القديمه دي. وليه قعد اللي هو يسال العجوز ده اسئله حرفيا مهمه جدا لدرجه ان العجوز نفسه فرحان من الاسئله لدرجه اللي هو حب اللي هو يجاوب عليها. انما المشكله ان كان في شويه اسئله حتى جديده على العجوز ده كانت بتعصبه لانه هو ما فكرش فيها قبل كده، والموضوع قلب من درس لمناقشه، وبسبب المناقشه دي حتى العجوز قدر اللي هو يفهم حاجات جديده ما كانش فاهمها. انما بالنسبه ليه فحرفيا النصوص التلاته اللي هو اتعلمهم كان شافهم قبل كده في النصوص اللي هو شافهم بس ما كانش لحق يتعلمهم، وده فاده بشكل كبير جدا. والعجوز ساعتها بيقول لي بص يا ابني اي نعم انا مش عارف اصلك وفصلك ولا عارف انت منين، بس انا دلوقتي عندي اسالك سؤال، ايه رايك اللي انت تنضم للمنطقه المقدسه؟ انا اقدر اضمن لك بكل حاجه انت عايزها ان مهاره التدريب اللي هتاخدها هناك هتكون اضعاف اي حته تانية في العالم. فساعتها ليه بيقول له فكك بس من كل هري ده دلوقتي، خلينا نركز في شغلنا، لان لو ما قدرناش اللي احنا نخرج من هنا في كل اللي انا اتعلمته منه وكل اللي احنا بنتناقش فيه ملوش اي فايده. والعجوز بيقول لي يا ابني اسمع كلامي، انت خلاص الرؤيه بتاعتك هتتدمر، وانت لو فضلت عندك في طائفه الدمار الروحي مش هتقدر ان انت تستفاد حاجه، بس لو انضميت للمنطقه المقدسه بتاعتي ساعتها هيكون قدامك تقنيات كتيره جدا تنقي منها براحتك خالص، ومش اي تقنيات، دي تقنيات من المنطقه المقدسه يعني حرفيا احسن تقنيات في العالم. وليه ساعتها بيقول له خلاص هفكر في الموضوع وده وعد مني، بس ان
انجزني يلا وابدا اللي انت تخرجنا من المصفوفه دي حالا. وساعتها العجوز بيمسك الرايه بتاعته ويروح وبيقول في نفسه احنا ما قدرناش اللي احنا نستفاد من الواد ده ودماغه لصالح المنطقه المقدسه، فما ينفعش ابدا اللي هو يكون عدو لينا، لدرجه لو وصلت معايا اللي انا لازم اخلص عليه قبل ما يكون عدو ليا. والعجوز بيقول له يا ريت بجد اللي انت تفكر في الموضوع ده كويس. وساعتها العجوز بيبدا اللي هو يستخدم رايه اكله الروح ويستدعي العبد الروحي بتاع ليه. انما العجوز مش غبي، اول ما بيشوف العبد الروحي ده بيستغرب وبيقول له هو ليه العبد الروحي ده ما عندوش وعي. فساعتها ليه بيبدا اللي هو يكذب كده ويقلب بينوكيو ومناخيره تقعد اللي هو تطور كل ما يكذب، وبيقول له بص يا باشا انا استخدمت طريقه سريه بتخليني اللي انا اقدر اطور عبد الروحي بتاعي بسرعه كبيره جدا. يعني هو انت مش مستغرب اللي هو مجرد ملك قتالي باربع نجوم والعبد الروحي بتاعي وصل للقوه دي كلها؟ وليه اصلا بيقول في نفسه من ساعه اصلا ما صاحب العبد الروحي ده خلاص مات، والعبد الروحي ده بقى من غير اي وعي، يعني من الاخر مجرد جسم من غير دماغ. وساعتها هو بيبدا يحس اللي هو اتغفل كده شويه صغيرين، وبيقول لحظه واحده هو فعلا ازاي واحد بمستوى قوته وسنه قليل يمتلك رايه من المستوى التاسع؟ هو انا اتضحك عليا ولا حاجه؟ انما عجوز ساعتها بيبدا بطاقته اللي هو يدخلها جوه جسم العبد الروحي بتاع ليه، وبسبب كده العبد الروحي بيبدا اللي هو يصرخ ويتألم جامد. وليه ساعتها بيكمل تمثيله وبيقول هو انا ليه حاسس ان انت قاصد ان انت تعذب العبد الروحي بتاعي؟ والعجوز ساعتها بيقول له اسكت انت مش فاهم حاجه، ده لسه هتشوف العذاب ده. انا اللي اعمله حاليا عباره ان انا حرفيا همسك العبد الروحي بتاعك اكسره تماما، وبعد كده اعيد تشكيله تاني لطاقه روحيه نقيه عشان اقدر لا استخدم الطاقه الروحيه دي. فساعتها ليه بيقول له تقنيه اعاده تشكيل عكسي، وحرفيا التقنيه دي تعتبر من اكبر التحديات بالنسبه للكيميائيين. ده معناه ان اي حاجه خلاص اتعملت ما ينفعش ان احنا نرجعها تاني لسابق عهدها. كانك جايب سلاح من الدرجه التاسعه ما ينفعش ترجعه لمجرد ماده خام تصنع منها سلاح تاني. ومع ذلك على مر السنين كان في دايما عباقره بيقدروا اللي هم يعملوها، بس الموضوع كان صعب جدا. وبالرغم ان مفيش حد ابدا قدر اللي هو يعملها بنسبه 100%، الا ان المعلومات اللي هم سابوها فعلا كانت مهمه جدا. وساعتها جوهان ده بيبدا اللي هو يعمل العمليه دي، وليه بيقعد اللي هو يتفرج، وليه بيقول في نفسه معنى اللي بيحصل ده اللي هو فعلا فاهم هو بيعمل ايه، خصوصا اللي هو بيدمج النصوص الذهبيه قديمه في اللي هو بيعمله. وده لو دل على شيء فهو بيدل على مهارته وبراعته في اللي هو بيعمله ده. العجوز ده واضح اللي هو فعلا استفاد بشكل كبير جدا من الشخص اللي وراه وبيدعمه. وساعتها هو بيكون فك خلاص العبد الروحي وحوله لطاقه روحيه، وبيبدا اللي هو يمتصها. بيقول في نفسه فعلا حلو قوي. ساعتها بيقول خلاص كويس انا دلوقتي عايز اتعامل مع وضع حالي بسرعه، عشان بالطاقه دي كلها انا اقدر ان انا اوصل دلوقتي حالا للمستوى التاسع بشكل مؤقت لمده مثلا لحظه واحده، واللحظه دي هتكون كافيه قوي ان انا اقدر ان انا اكسر الختم بتاع المكان ده. ابدا بقى اتفرج على اللي انا هعمله ده. وبيبدا ساعتها العجوز عمليه كسر الختم بتاعه المكان اللي هم فيه، ومع صعوبه شديده هو فعلا بيقدر اللي هو خلاص يكسر الختم. انما بيتنقلوا ساعتها المكان فعلا عجيب، وبيقعدوا كده اللي هم يتلفتوا حواليهم بيقولوا ايه ده هو احنا فين وايه الشيء اللي قدامنا ده اصلا؟ وبيقولوا حرفيا الشيء اللي قدامنا ده طالع منه كميه طاقه شيطانيه مظلمه مرعبه. وليه ساعتها بيقول ايه يا راجل يا عجوز انت، هو احنا فين هنا ولا انت عملت ايه اصلا؟ انا شايف ان احنا ما خرجناش من المكان اللي احنا كنا فيه، بالعكس احنا غيرنا اكتر. هناخد منك دلوقتي تعويض عن عبد الروحي بتاعي ولا ايه؟ انما عجوز بيقعد يتنطط ويصوت ويقول انا مالي، انا كسرت التشكيل اللي فات وانا متاكد من الموضوع ده، وانت ليه كل اللي همك الفلوس؟ انت دوت تتفكر فيه في تعويض والكلام الفاضي ده؟ وبيبدا ساعتها عجوز وليه الاثنين اللي هم يمشوا ناحيه الشيء اللي قدامهم ده. والعجوز بيقول الطاقه البسيطه اللي قادره اللي هي تتسرب من المكان ده طاقه شيطانيه مظلمه جدا، دي مخليني حرفيا انها ترعب من كتر الخوف. وليه ساعتها بيقول ممكن اصلا يكون المكان ده او ممكن يكون اصلا المكان اللي احنا كنا فيه وكل حاجه كنا فيها هو مجرد سجن الكائن اللي قدامنا ده. فالعجوز ساعتها بيقول انا فعلا حاسس من المكان ده بطاقه مرعبه، ده ممكن يكون من افضل الكنوز اللي من الدرجه التاسعه اللي أنا شفتها في حياتي. حتى العمدان اللي مرشقه في المكان ده من كل حته وعملاقه جدا دي مجرد ادوات من الدرجه التاسعه، بس حرفيا الطاقه الشيطانيه اللي طالعه منه مرعبه جدا. وليه ساعتها بيقول على فكره احنا كده وقعنا في مصيبه ملهاش اول من اخر، لان معنى اللي احنا شايفينه ده ان في شخص قوي جدا مختوم جوه، واديك شايف بعينيك سراسيب الطاقه اللي طالعه منه. وساعتها العجوز بيقول طاقه مظلمه، هو ينفع اصلا يكون في طاقه مظلمه في عالم تيانو؟ وليه بيستغرب بيقول له هو انت تعرف حاجه عن الموضوع ده؟ فهو ساعتها بيقول له بصراحه ما ينفعش لا اقول لك حاجه دلوقتي، بس كل اللي انا اقدر اللي انا اقوله لك ان في العصور القديمه الطاقه المظلمه دي كانت تعتبر كيان عظيم جدا، بس اختفت مع مرور الوقت زيها زي أرواحها حقيقيه زي التنين والعنقاء وغيره. فما تقوليش اللي احنا كمان هنشوف دلوقتي حالا
مخلوق مظلم كمان، ما ده اللي فاضل. وليه ساعتها بيقول على فكره مش بعيده، واحنا مش لسه من شويه مقابلين روح حقيقيه وهي التمساح؟ والعجوز بيقول مش ممكن بالمره بقى يكون المخلوق اللي جوه ده مصنع هو كمان؟ ما واضح ان كان في حد هنا عاوز اللي هو يصنع ارواح حقيقيه. انما دي ساعتها على طول بيطلع وبيقرب من المكان ده، وهو بيقول للعجوز بص، بالنسبه للتمساح فانا معاك اللي هو روح حقيقيه مصنوعه، بس بالنسبه للمخلوق المظلم اللي جوه ده فهو اصلا مختوم هنا من الاول، وهو اكيد مختوم من الناس الاقوياء من زمن بعيد اللي عملوا اصلا المكان ده. وفعلا زي ما انت قلت البرج القديم والسبع عندنا اللي موجودين هنا كلهم ادوات من الدرجه التاسعه، ومش اي ادوات، دي من اقوى الادوات اللي من الدرجه التاسعه. وليه ساعتها بيقرب من عمود منهم، واول ما بيحط ايده عليه بتكون في لحظه واحده اتجمدت بشكل كامل، وكانت ايده هتتدمر تماما وكانت رايحه ناحيه جسمه، الا اللي هو بيسحب ايده بسرعه وبيرجع بسرعه وبيقول خد بالك ده معدن حديد النجم البارد، برغم اللي هو مستحيل، انما لا هو فعلا المعدن ده. والعجوز بيقول وانت بتهزر ولا ايه؟ انت متاكد ان ده هو حديد النجم البارد؟ انت عارف ان حته صغيره قوي من المعدن ده قد كف الايد كافيه اللي هي تعمل سلاح كامل من الدرجه التاسعه؟ وليه ساعتها بيكون لسه واقف وماسك ايده اللي اتجمدت وبيقول في نفسه انت متخيل ان السبع عمدان دول كلهم مصنوعين من حديد النجم البارد؟ ده معدن الحديد ده افضل بكتير جدا من معدن التمثال اللي انا قابلته في الفضاء الخارجي. ودلوقتي اصلا الكنوز اللي موجوده في عالم تانو نادره جدا وكل شويه بتقل اكتر واكتر، وده كله بسبب الناس القدماء اللي كانوا عايشين هنا زمان، لان بسبب اللي انا شايفه اللي هم كانوا حرفيا بيضيعوا موارد الثمينه على حاجات تافهه قوي. وفي نفس الوقت بيكون عجوز فرحان جدا وواقف بيتفرج على عمود وعمال اللي هو ناقص يزغرط، وبيقول حرفيا ده كنز ما كانش في حسباني خالص. وليه ساعتها بيسأل العجوز وبيقول له ها هنعمل ايه؟ فالعجوز ساعتها بيكون فرحان وبيقول يعني هنعمل ايه، احنا لازم اللي احنا نتصرف، بس الحاجه الوحيده اللي متاكد منها ان السبع عمدان دول ما ينفعش ابدا اللي احنا نروح من غيرهم. وحرفيا بيجي اللي هو يلحس المعدن فلسه بيتجمد. وليه بيقول له بص وحياتك انت كمان انا متاكد ان انت زيي هتموت اللي احنا ناخد احنا الاتنين العواميد دي كلها، بس لو انت مش واخد بالك فلما العواميد دي مش موجوده للزينه، هي موجوده علشان تختم الكائن اللي جوه هنا ده، واحنا لو اخدنا الحديد ده فحرفيا الختم ده كله هيتدمر وهيخرج شيء احنا مش قده خالص من جوه هنا، واحنا مش هنقدر ابدا ان احنا نقف قصاده. فالعجوز بيقول له بصراحه انا معاك، شيء زي ده يخلي اقوى ناس في العصر القديم يكونوا مرعوبين للدرجات دي ويعملوا له كل ده ويختموه بالطريقه دي، يبقى اكيد الشيء ده مش اي حاجه ضعيفه، لا ده حاجه قويه جدا، بس اكيد برضه مع مرور السنين فطاقته قلت جدا يعني. انما ليه ساعتها بيكون متردد وبيقول له بصراحه انا مش متاكد خالص من الموضوع اللي هو تم استنزافه، وبيقول في نفسه الموقف ده حصل معايا قبل كده ايام جبل سومير وساعه ما حركت الشيطان دي جي اللي انا حررته، مش بعيد خالص اللي هو كان واحد من الشياطين العظماء في العصور القديمه، وبالرغم اللي هو اتختم سنين طويله جدا الا ان كل اللي حصل معاه ان قوته قلت شويه بسيطه، فيخوف ان اللي يحصل في الشيطان اللي هنا كمان يكون زي اللي حصل هناك ويطلع اللي هو لسه عايش. فساعتها وبعد ما ليه بيفكر في كل ده بيقول للعجوز بقول لك ايه، انا كده كده ما اقدرش لا استعمل مسؤوليتي لا افك ختم زي ده، لان الشيطان اللي مختوم جوه ده لو حرفيا لو خرج هتكون كارثه. والعجوز ساعتها بيقول له احنا فعلا ما ينفعش ان احنا نخاطر بحاجه زي كده، لان حاجه زي كده ممكن ليه تهدد مصير العالم كله، وده كله عشان مجرد كنز، لا الموضوع مش مستاهل. وانا كواحد من المنطقه المقدسه فاعتبر من قاده العالم المفروض ان انا اخلي بالي من صحه العالم، حتى لو كان هيكون قدامنا كنز عظيم زي ده وما نمدش ايدينا وناخده. وليه بيقول فعلا فعلا كل ما الواحد قوته اعلى وكل ما كانت مسؤوليته لازم تكون اكبر. وساعتها هما الاتنين بيبصوا كده لبعض بصه اللي هو مصير العالم فعلا يستاهل ان احنا نخسر الكنز ده ولا يولع العالم؟ فساعتها جه على طول بتجيله فكره ويقول ايه رايك ان احنا دلوقتي نشوف لو المكان اللي احنا فيه ده له اي علاقه بالاراضي القديمه اللي موجوده او حتى باي ارض قريبه مننا؟ فساعتها العجوز بيقول ايوه هي دي الفكره، انا كان ممكن ان انا اعمل مصفوفه نقل مني هنا لمكان بعيد جدا. ايوه هو ده الكلام، يلا بينا. وساعتها على طول التنين الشيطاني بيرفع يافطه اللي هو يا جماعه والله ما ليا دعوه بالحوار ده، المجانين دول هم اللي هيدمروا العالم. وساعتها على طول العجوز بيبدا اللي هو يعمل في التشكيل وبيقول لي لحظات قليله يا باشا والتشكيل يكون عندك. فساعتها على طول ليه بيقول له بقول لك ايه، واحنا ازاي هنقسم الحديد ده؟ فالعجوز ساعتها بيقول له لحظه واحده هنقسم، هو انت مش من 5 دقايق قلت اللي انت مش عايز اي حاجه من الحديد ده؟ امال ايه الكلام اللي كان لسه بيتم من شويه ده؟ فليه ساعتها بيستغرب من غباء العجوز واللي هو ما فهمش اللي هم بيعملوا التشكيل ده علشان ياخدوا الحديد ويطلعوا يجروا، والعجوز صدق الكلام عشان عجوز وغبي. فليه ساعتها على طول بيديله ظهره وبيقول له خلاص خلاص اعتبرني ما قلتش اي حاجه، يلا سلام عليكم.
فهو على طول بيمسك في كتافه ويقول له خليك هنا، انت عايزني اللي انا اشيل لوحدي مسؤوليه وذنب وخروج الشيطان ده؟ انا دلوقتي كواحد من المنطقه المقدسه فانا بامرك اللي احنا نشترك في الجريمه دي مع بعض، تعالى ساعدني دلوقتي حالا. فليه ساعتها بيقول له وانت خلاص كبرت وخرفت، ولا كتر تفكيرك في الحديد ده خلاص جمد دماغك؟ فساعتها عاوز بيسيبه خالص من الموضوع اللي هو يقعد يطلب منه، لا لا انا ههدده. والعجوز بيقول له بقول لك ايه، هي فين رايه الروح اللي انت كنت مهددني بيها دي وسايباك اللي انت عايش اصلا لحد دلوقتي؟ تعالى لي هنا يالا. فساعتها ليه بيقرر اللي هو بمنتهى طيبة القلب اللي هو يغلط العجوز ده، وبيقول له ايه يعني اللي انا خسرت رايه الروح دي؟ حاجه ولا ليها اي 60 لازمه بالنسبه لي، حاجه لقيتها على الارض واخدتها. فالعجوز ساعتها اول ما بيسمع الكلمه دي من ليه مخه بيعمل ايرور والويندوز بيقع منه، واول ما بيفهم عقله حرفيا بيطرشق وبيبدا اللي هو يشتم اي شتيمه ممكن تتخيلها في خيالك، وبيقول له يعني انت اصلا مش من طائفه الدمار الروحي؟ امال ايه كل التهديدات وكل اللي انت كنت بتعمله ده؟ فهو ساعتها على طول ليه بيقول بمنتهى البرود ايوه زي ما بقول لك كده، انا اصلا مجرد كيميائي من الدرجه السادسه، ازاي هعمل رايه روح من الدرجه التاسعه؟ ايه العته ده؟ انت المفروض كيميائي وتكون فاهم ان حاجه زي كده ما تتصدقش اصلا. ايه ده، انا كنت فاكر ان انت بتدعي الغباء بس انت طلعت فعلا حمار. فساعتها العجوز بيقول له اه يا واطي بس ماشي انا اوريك دلوقتي، انا كل اللي هديهولك هو عمود واحد بس. فليه ساعتها بيقول له واحد من 7 عمدان؟ ده ايه الطمع اللي انت فيه ده؟ فليه ساعتها على طول بيقوم لافف وسايبه ويمشي. انما العجوز ساعتها بيكون خلاص هيتجلط وبيقول له خلاص خلاص استنى، الاسم تكون زي ما انت عايز 3 عمدان و4 عمدان، واللي يقدر لو يخلع ال4 عمدان ياخدهم. وساعتها عارفين هو بيقول الكلام ده وهو بيعيط، وليه حرفيا بيقول له هو سدد ودانه بقول لك ايه بلاش الشغل ده معايا، انت المفروض اللي انت راجل ذكي وانا بحترم ذكائك. فساعتها عجوز بيقول له خلاص انا هعمل لك اللي انت عاوزه، وبيرجع تاني اللي هو يعمل المصروفه. وبيقول لي ليه بقول لك ايه، انا في حاجه في دماغي، هو لو البرج ده ودي للاسف بتكون نهايه الفيديو بتاعنا، فاشتركوا في القناه علشان اول ما ينزل فيديو جديد يوصل لكم، وطبعا ادعمونا بلايك علشان احنا بنتعب في الفيديوهات، وصلوا على النبي وسلام.